علق محمد صلاح قائد منتخب مصر بروح ساخرة على تصريح حسام حسن بشأن عدد المحترفين في صفوف الفراعنة قائلا: من ساعة ما قال إن عندنا 3 محترفين بقوا 2 وربع، محدش فينا بيلعب. وجاءت تصريحات صلاح عقب فوز منتخب مصر على كوتيفوار بنتيجة 3-2 في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ليحجز الفراعنة بطاقة العبور إلى نصف النهائي. وأعرب نجم ليفربول عن فخره بزملائه مؤكدا أن الجميع قدم أقصى ما لديه داخل الملعب، وقال: دايما أقول لهذا الجيل إنني فخور باللعب معهم، كنت محظوظا بالجيل السابق، لكن سعادتي أكبر مع هؤلاء اللاعبين الذين أراهم يوما بعد يوم. وأشار صلاح إلى صعوبة المرحلة الحالية في ظل ضغط السوشيال ميديا، مؤكدا أن جميع اللاعبين يحاربون من أجل مصر دون تقصير، مضيفا: كلنا نريد أن نفعل شيئا لبلادنا، من أكبر لاعب لأصغر لاعب. وتابع: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي، اللاعبون قريبون من بعض جدا، ولا أحد في مصر يريد حصد اللقب أكثر مني، كسبت كل شيء تقريبا عدا هذه البطولة. وأكد قائد الفراعنة أن الضغط الزائد لا يخدم اللاعبين، موضحا أنه يتحمل العبء الأكبر منذ فترة، كما شدد على قوة المنافسين خاصة السنغال التي تضم عددا كبيرا من المحترفين. واختتم حديثه برسالة واضحة: رغم كل شيء نحن نحارب من قلوبنا من أجل هذا اللقب، وكلنا نريد أن نعطي بلادنا أكثر ما يمكن.